بمناسبة فوز مصر في كأس العالم وانا بتفرج على الماتش افتكرت حاجة كده واستغربت منها. انت متخيل ان مفيش افلام مصرية اتعملت عن الكورة في تاريخ السينما المصرية كلها غير فيلم الحريفة وكابتن مصر و4-2-4 وفوي فوي وغريب في بيتي وأونكل زيزو، وطبعا احسن فيلم مصري اتعمل عن الكورة وانت اكيد مش هتختلف معايا فيها يعني، وهو فيلم العالمي. الفيلم ده جامد قوي ومعمول بمزاج، وخصوصا التصوير بتاع المشاهد اللي في الملعب وطريقة سرد حكاية مالك دي، اصلا انه شوية بيوديك فلاش باك وشوية يرجعك تاني. كانت فكرة جامدة منهم الصراحة، والمونتاج والإخراج بتاع المشهد الأخير اللي هو بتاع صعود مصر لكأس العالم كان عبقري الصراحة. ومالك الخليلي مالك الخليلي طبعا في افلام بقى زي فيلم الحريف، بس ده مش فيلم عن الكوره قوي الصراحه يعني. الفكره ان باستثناء فيلم العالمي وفيلم الحريفه شويه يعني مفيش فيلم مصري كده بيتكلم عن البطل اللي بيلعب كوره وبعديها يلعب في نوادي ومنتخب مصر كده ويحترف. الافلام دي كلها كانت بتطلع الكوره كحاجه فرعيه كده في الفيلم يعني. اللي انا مش فاهمه ازاي اللعبه الشعبيه في مصر واللي ال 120 مليون بني ادم بيتفرجوا عليها وبيحبوها وما يتعملش غير كام فيلم دول بس. فكره مضمونه وكده كده الناس بتحبها وهتنجح في السينما طبعا لو اتعملت كويس يعني. حاجه غريبه بصراحه ومش قادر افهمها يعني. فانت اكتب لي في الكومنتس ليه ما بيتعملش افلام كتير عن الكوره، وايه اكتر فيلم بتحبه اتعمل عن الكوره في مصر. وبس كده، انا ادهم عباس من فيلم تي في. سلام.